حبايبي طلاب تالتة إعدادي، يلا بينا مع درس جديد. النهارده إن شاء الله هنشرح أول درس في الوحدة التانية جبر، اسمه النسبة والتناسب. الدرس ده مهم جدا عشان الدرس دوت هيكون مقدمة لدرسين كمان جايين، اللي هو تابع خواص التناسب والتناسب المتسلسل. الوحدة التانية دي 4 دروس، فكلهم أو أول 3 بيتكلموا على حاجة اسمها نسبة وتناسب. تعالى ناخد الموضوع واحدة واحدة، ناخد الموضوع من البداية ونشوف هنوصل لإيه. طيب، بيبدأ معايا يعرفني يعني ايه نسبة. النسبة هي ايه يا سنة تالتة؟ النسبة هي المقارنة بين عددين او كميتين من نفس النوع والوحدة. وتتكتب ازاي؟ ده اللي يهمني. النسبة ممكن اكتب لو عندي نسبة بين عددين اقول ألف إلى ب، او اقول ألف على ب. العدد الاولاني ده اسمه مقدم النسبة. طب واللي بعد ده اسمه تالي النسبة. طب الاتنين مع بعض اسمهم حدي النسبة. الناس اللي بتتابعنا على اليوتيوب سنة تالتة، الحاجات دي كلها موجودة في المذكرة بتاعتنا. بعت لنا رسالة على رقم الواتساب، هجيبه لك دلوقتي، هيظهر لنا دلوقتي. لما يبعت لنا رسالة هنبعت لك الملزمة بتاعتنا أو المذكرة بتاعتنا مجانا. اقعد ذاكر فيها وتبقى معاك عشان تبقى متابع معانا الفيديوهات أول بأول. طيب، بعد كده يا شباب، أو حتى بقول لك أهو النسبة ده كده مقدم النسبة. العدد اللي فوق ده اسمه مقدم النسبة، وده اسمه تالي النسبة، والاتنين على بعض اسمهم حدي النسبة. طيب، لو عندي يا شباب نسبة مثلا 3 على 5 زي كده، بتساوي نسبة 6 على 10. المنظر ده في الرياضة عندنا يا شباب اسمه تناسب. ليه؟ أصل التناسب هو تساوي نسبتين. يعني عندي نسبة بتساوي نسبة، يبقى المنظر ده اسمه تناسب. يبقى التناسب هو ايه؟ تساوي نسبتين او اكتر. احنا جايين مع بعض ندرس مع بعض خواص التناسب، ندرس مع بعض خواص الايه؟ التناسب. بص بقى، قبل ما نروح ندرس خواص التناسب عايز اقول لك شوية معلومات مهمة عن التناسب. ايه هي المعلومات دي؟ المعلومات دي يا حبيب قلبي بتقول لك، تعالى نمسح اللي احنا عملناه ده ونشوف. المعلومات دي بتقول لك لو انا عندي ألف وب وجيم ودال كميات متناسبة، ممكن أحولها لألف على ب بتساوي جيم على دال. إزاي؟ آخد ده على ده بيساوي ده على ده. ماشي. العدد الأولاني اللي هو ألف ده شباب بسميه الأول المتناسب. طب ب الثاني المتناسب. طب جيم الثالث المتناسب. طب دال الرابع المتناسب. تمام؟ حلو. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي قلت لك انا 3 و5 و9 و15 كميات متناسبة، ممكن اقول ده على ده بيساوي ده على ده، واكتبها على المنظر ده كده. 3 على 5 بتساوي 9 على 15. نفس القصة 4 على 7 بتساوي 8 على 14، واكتبها على المنظر ده. صعب الكلام سنة تالتة؟ طيب، يلا بينا مع بعض نسمي الله ونبدأ في أهم عنوان في حصة النهاردة، ألا وهو خواص التناسب. خواص التناسب. خواص التناسب يا شباب 6 خواص. 6 خواص. في الفيديو ده إن شاء الله هناخد 4 خواص، وفي الفيديو اللي جاي في الدرس اللي جاي هناخد ال5 وال6. احنا النهارده هناخد الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وفي الفيديو اللي جاي هناخد ال5 وال6. طيب، خلي بالك معلومة نسيت أقول لك عليها كمان، إن الرياضة يا شباب حل أكتر ما هي شرح. يعني إيه؟ هو أنا لما أجي أشرح لك مش بحل معاك؟ طب أنا عايزك تحل بإيدك. مستر والله أنا فهمت من حضرتك، بس عايز أطبق، عاوز أحل، ومش عارف أنا بحل صح ولا غلط. هعمل معاك حاجة جميلة قوي. بص يا عم، ده الرقم بتاعنا أهو، ظاهر قدامك أهو، الرقم بتاعي أهو، ده الرقم بتاعنا. ابعت لنا رسالة على الواتساب وقول لنا أنت بتتابعنا منين، واحنا هنبعت لك ملزمة الشرح او مذكرة الشرح، وهنبعت لك كمان مذكرة واجب. كل درس من ده هنبعت لك عليه مذكرة واجب في كل افكار الدرس، في الافكار اللي جت في امتحانات السنين اللي فاتت، في افكار كتاب المدرسة، في افكار الكتب الخارجية، في كل الافكار مجمعينها لك في شيت صغير كده، هنبعته لك تحله وتبعت لنا الاجابات ونعلمها لك ونقول لك صح ولا غلط، او هنبعت لك الواجب
وبعد ما تحله تبعت لنا تاني ونبعت لك موديل انسر للاسئله زي ما بنعمل مع اولى ثانوي بالظبط. يبقى انت ابعت لنا على الرقم ده واحنا هنبعت لك الاجابات بتاعتك وهنبعت لك اسئله كمان عن الدرس. يلا بينا نشوف خواص التناسب. اول خاصيه معايا في خواص التناسب بتقول لي ايه يا شباب؟ بتقول لي لو انت عندك الف على ب بتساوي ج على د، ان الخاصيه حاصل ضرب الوسطين يساوي حاصل ضرب الطرفين. ده كده وده اسمهم طرفين، وده اسمهم وسطين. الخاصيه دي اللي احنا كنا بنقول عليها بالبلدي زمان مقص. هنعمل مقص، نقول ا في د هيساوي ب في ج. برافو عليك مستر. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي نسبه 3 على 4 بتساوي نسبه 6 على 8، لو عملت مقص 3 في 8 ب 24 و6 في 4 ب 24 يبقى بيساووا بعض ولا ما بيساووش بعض؟ بيساووا بعض. ودي اول خاصيه من خواص التناسب. يلا بينا مع بعض نشوف شكل الاسئله هيجي لي في الامتحان ازاي. بص يا عم، هيجي يقول لي اذا كانت 3 و4 وس و20 كميات متناسبه اوجد قيمة س. طب دي سهلة قوي. أول خطوة حول لي منظر التناسب ده على ده بيساوي ده على ده، يعني 3 على 4 بتساوي س على 20. تاني حاجة نعمل خاصية التناسب الوحيدة اللي أنا خدتها، حاصل ضرب الوسطين بيساوي حاصل ضرب الطرفين. مستر اللي هي بالبلدي يعني مقص، اللي هي بالبلدي مقص يا سيدي. يلا 4 في س ب4 س، 3 في 20 ب60، اقسم على 4 تطلع السين بتساوي 15. برافو عليك مستر. هو انا مش كان ممكن على طول كده اعمل شرطة كسر واقول 3 في 20 على 4 هي هتطلع 15؟ ولو عايز تاخدها على خطوتين 3 في 20 على 4، 3 في 20 ب60 على 4 يدينا برضو كام؟ 15. حليت كده او حليت كده هيطلع معاك نفس الناتج. يلا نشوف كمان واحده. هنحل مع بعض كميه كبيره جدا من الاسئله يا شباب. بيقول لي ايه؟ بيقول لي كده اذا كان س على 23 او س و23 و15 و69 كميات متناسبه اوجد قيمه س. هحول منظر التناسب ده على ده بيساوي ده على ده. يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا س على 23 بتساوي 15 على 69. يلا نعمل مقص او الخاصيه الاولى. 69 في س ب 69 س بتساوي 23 في 15 تطلع بتساوي 345. اقسم ده على ده، اقسم على 69 هنا وهنا تطلع السين بتساوي 5. تطلع السين بتساوي كام يا شباب؟ 5. يلا بينا نشوف اللي بعد كده. بص السؤال اللي بعد كده، بفكرك تاني سنة تالتة، رقم التليفون بتاعنا اللي احنا شغالين بيه معاك اهو، الرقم ده ابعت لنا رسالة قول لنا انت بتتابعنا منين واحنا هنقول لك. ادي رقمنا عشان لو مش ظاهر 011 56 21 59 24. واحنا ان شاء الله هنبعت لك مذكرة الشرح، هنبعت لك كمان مذكرات الواجب تحل معانا ونتابع معاك اول باول. طيب بص السؤال اللي جاي ده سؤال مهم جدا. يقول لي ايه؟ اوجد الرابع المتناسب للكميات 3 و12 و3 و8 و12. خلي بالك بيقول لك اوجد الرابع، معنى كده ان الرابع ده حاجه مش موجوده فانت عاوز تجيبها. فهتعمل ايه بقى؟ تقول لنفسك طالما قال لي اوجد الرابع يبقى 3 ماشي 8 12 واجي على الرابع ده اللي هو مش موجود اسميه اي رمز وليكن س مثلا او كاف او عين او اي حاجه. طيب حول بقى المنظر اللي انت تعرفه، ده على ده بيساوي ده على ده، يبقى 3 على 8 بتساوي 12 على س. واعمل ايه؟ مقص. يلا يبقى س ممكن اعمل بقى شرطة كسر على طول واطلع الناتج. بص عشان الناس اللي ما بتعرفش تعمل شرطة الكسر دي والناس اللي ما بتعرفش تعمل المقص ده، بص هتعمل ايه؟ نقول مين اللي مع س في المقص؟ التلاتة تنزل تحت وفوق 8 في 12 وفوق 8 في كام؟ في 12. احسبها بالآلة، الآلة تقول لي 24 على طول.
يبقى 8 في 12 على 3 تطلع 24. صعب الكلام يا شباب؟ حلو قوي. يلا بينا. لا تطلع 32 يا شباب مش 24. 3 في 4 ب 12 و32. يلا بينا نشوف فكرة كمان. يقول لي اوجد التاني المتناسب. بص بقى، اوعى تقول لي ده التاني، لا لا لا، اوعى تعمل كده. ده هو عايز التاني، ده معناه ان التاني ده حاجة مش موجودة. طب حاجة مش موجودة انا هنعمل ايه؟ بص بقى يا عم، هنمسك دي واقول لنفسي كده هو عايز التاني صح؟ اوجد التاني المتناسب. هنعمل ايه؟ هروح رايح قايل ادي 4 والتاني ده هسميه س، وادي 12 وادي ده 15. اصل طالما التاني ده هو سألك عليه يبقى التاني ده حاجة مش موجودة. طيب احط مكانه س، اعوض بقى ده على ده وده على ده، يعني 4 على س بتساوي 12 على 15. واعمل ايه يا شباب؟ مقص. مين معاها في المقص؟ ال 12 تنزل تحت وفوق 4 في 15 تطلع السين بتساوي 5. يبقى التاني المتناسب ب5. طيب بص بقى دي، تعالى لي بقى واحده واحده هنا عشان ايه لو جاب لي دي في السؤال في اختيارات كده وغلس عليا. قال لي ايه؟ قال لي يا مستر انا عايز الرابع المتناسب. خلاص الرابع يبقى هزود هنا كده س واقول 18 ألف أس 2 ب على 12 ألف ب أس 2 بتساوي 21 ألف ب على س. حلو. عايز أعمل مقص، ممكن أختصر دي قبل ما أعمل مقص، خلي بالك، بس تعالى نعمل مقص. أهو أنا هنزل المين تحت 18 ألف تربيع ب وفوق هضرب 21 ألف ب في 12 ألف ب تربيع. دي ألف ب تربيع. تعالى بقى نختصرها، سيبك من الأرقام دلوقتي. دي ألف ودي ألف، يبقى ألف تربيع يروح مع الألف تربيع اللي تحت والب تروح مع الب، يتفضل لي في الآخر ب تربيع. ماشي. الارقام بقى اعلمك تختصر الارقام ازاي لو انت عايز تحل بدماغك من غير آلة. مش دي تقبل الاسم على الثلاثه ودي تقبل الاسم على الثلاثه؟ تقول دي على الثلاثه فيها السبعه، دي على الثلاثه فيها السته. طيب دي على السته راحت، دي على السته فيها الاثنين، 7 في 2 بكام؟ ب 14. يبقى الناتج 14 ب. لو مش عايز تختصر كده ممكن تحل بالآلة، تقول 21 في 12 على 18 تطلع الناتج. انا عملت كده عشان الناس اللي بتسألني بتقول لي مثلا انت بتحل ازاي. طيب بص بقى المسألة اللي جاية، ده تمرين. وقف الفيديو، خده سكرين، خد الفيديو، خد التمرين ده سكرين واقعد تحله لوحدك وانت قاعد، ولما تبعت لي رساله على الواتساب هبعت لك اجابات التمارين دي كلها. يبقى التمارين ده انا محتاجك تحله بايدك دلوقتي عشان تطبق على الجزء اللي احنا خدناه. يلا نشوف اللي بعد كده. انا هقف على جنب اهو، وقف الفيديو وخده سكرين. يلا بينا تعال نشوف. نبدا بقى للاسئله الافكار الحلوه. يقول لي ايه؟ يقول لي ده اذا كان 2 س زائد 5 الى 3 س ناقص 3 تساوي 5 إلى 4، اوجد قيمة س. خلي بالك دي نسبة ودي نسبة، يعني تناسب، فهروح كاتب ده على ده بيساوي ده على ده. حلو قوي. اهو هروح اعمل شرطة كسر، 2 س زائد 5 على 3 س ناقص 3 بتساوي 5 على كام؟ على 4. وهروح رايح عامل مقص. بص بقى المقص بتاعنا، 5 دي هتتضرب هنا وهنا، 5 في 3 ب 15 س، 5 في 3 ب 15 بتساوي 4 في 2 ب 8 س، 4 في 5 ب 20. ايه المنظر ده بقى؟ هحلها ازاي؟ بص يا عم، هتاخد العدد توديه عند العدد وهتاخد السين توديها عند السين. بمعنى السؤال ده هيبقى كده اهو، انا هنزل ال 15 س زي ما هي اهي يا مستر، 8 س دي موجب هدخلها جوه تبقى سالب 8 س،
ال20 اهي هطلع لها مين؟ ال15. ال15 جوه سالب، لما تطلع بره تبقى ايه؟ تبقى موجب. وصلت ال15 س ناقص 8 س تديك 7 س بتساوي 20 و15 35. اقسم على السبعة تطلع السين بكام؟ ب5. يبقى انا كده جبت قيمة س تساوي 5. اذا السين ب5. صعب يا شباب؟ حلوة الفكرة دي، فكرة امتحان. يلا نشوف واحدة كمان شبهها عشان اللي ما فهمش اللي فاتت يفهم دي. بيقول لي إذا كان 3 س ناقص 1 إلى 4 س زائد 3 بتساوي 2 إلى 3. مثلا احنا خلاص فهمنا إن المنظر ده نسبة بتساوي نسبة يعني تناسب. يبقى ده على ده بيساوي ده على ده. يعني إيه يا مستر؟ يعني 3 س ناقص 1 على 4 س زائد 3 بتساوي 2 على 3. واروح رايح عامل الخاصية الأولى مقص. مثلا هو أنا هبدأ كده ولا كده؟ مش هتفرق. 3 في 3 ب9 س، 3 في 1 ب3، 2 في 4 ب8 س، و2 في 3 ب6. يلا يا اللي ما فهمتش اللي فاتت كمان واحدة اهي. احنا الفكرة الواحدة بنشرح عليها مسألة واثنين وثلاثة عشان تتأكد منها وتفهم. طيب بيقول لي ايه بقى؟ ادي ال8 س هدخلها عند ال8 س وادي ال3 هطلعها بره. يبقى 9 س ناقص 8 س بتساوي 6 زائد 3. حلو. 9 س ناقص 8 س يدينا كام؟ س. و9 و3 كام؟ او 6 و3 كام؟ 9. يبقى انا كده جبت قيمة س. يلا نشوف فكرة جديدة. ده شباب زي ما قلت لك الفكرة هنوقفها ونحل عليها تمرين وانت تحل بايدك. طب حل بايدك كده التمرين ده وابعتهولي على الواتساب وانا اقول لك انت صح ولا غلط. وفي نفس الوقت لو بعت لك المذكرة هتلاقي التمارين دي محلولة فيها. رقم تليفوننا اهو ابعت عليه. يلا نشوف مسألة جديدة. طيب بص هنا التنسيق اتظبط شوية بس مش مشكلة، ماشي. عايزك تفتكر حاجة، ان كلمة أضيف وكلمة جمع وكلمة مجموع يعني زائد، أي حاجة من دول تشوفهم يعني زائد، وكلمة طرح وكلمة الفرق وكلمة يزيد يعني ناقص. مستر يزيد يعني ناقص؟ لا مستر هي مش يزيد يعني زائد. تعالى أفهمك. هو لو أنا قلت لك ال10 تزيد عن ال5 بقد إيه؟ هتقول لي 5. هو أنا كده جمعت ولا طرحت؟ طرحت. يبقى يزيد يعني ناقص. كلمة بمقدار وكلمة كان الناتج يعني يساوي. أنت بتقول لي كده ليه؟ بص يا عم، الكام سؤال اللي جايين دول مهمين جدا 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 وبيجوا في امتحانات كل سنة في كل المحافظات، مش بس عندنا في اسكندرية. يعني انت لو بتتفرج علينا من محافظة تانية خلي بالك من الكام سؤال دول. ما تنساش ان احنا في نهاية الترم هنعمل لك مذكرة مراجعة وهنحل معاك اهم المسائل وهنزل لك فيديو مراجعة ليلة الامتحان ما تتفرجش غيره. هو ده خلاص، ده فيه الخلاصة. طيب بص بقى، بيقول لي اوجد العدد الذي اذا اضيف الى حدي النسبة دي تصبح 2 إلى 3. حلو قوي، تصبح 2 إلى 3. أول ما يقول لك اوجد العدد تقول لي نفرض أن العدد هو س. نفرض أن العدد هو إيه؟ س. حلو. كلمة أضيف لسه قايلها لك من شوية يعني إيه؟ يعني زائد. بص بقى، بيقول لي اوجد العدد الذي إذا أضيف إلى حدي النسبة دي يعني إلى 7 و5 7 و11 تكون 2 و3. أول ما يقول لك كده تمسك العدد ده تضيف له س وده تضيف له س. يبقى س زائد 7 إلى س زائد 11. قال لك تصبح مساوية كام؟ 2 إلى 3. تساوي 2 إلى 3. يا مستر يا لئيم، يعني انت كنت بتدينا المسائل اللي فاتت عشان تدربنا لدي؟ الله ينور عليك، لان دي مهمه جدا. خلاص طالما انت عرفت ان دي شبه اللي فاتت يلا نكمل. يلا بينا نكمل. هنروح رايح عامل نسبه اهو، ده على ده يعني س زائد 7 على س زائد 11 بتساوي 2 على 3. طب وبعدين اعمل مقص.
3 في س ب3 س، 3 في 7 ب21، 2 في س ب2 س، و2 في 11 ب22. شفنا المنظر ده كتير النهارده، ودي السين عند السين والعدد عند العدد. يلا بينا نودي السين عند السين، يبقى 3 س ناقص 2 س بتساوي 22 ناقص 21، يبقى السين بتساوي 1. يعني إذن العدد هو 1. وبكده أكون خلصت المسألة. المسألة قدامك كلها على بعض أهي، خد لها سكرين وخليها قدام عينيك أهي. أدي المسألة وأدي حلها. يلا نشوف كمان واحدة. بيقول لي اوجد العدد الذي إذا طرح من حدي النسبة دي فإنها تكون مساوية ل3 إلى 2. برافو عليك، أنت فهمت. أول ما أقول لك اوجد العدد تقول لي يا مستر، هقول له نفرض أن العدد هو س. نفرض أن العدد هو إيه؟ س. ماشي. طرح يعني ناقص، طرح يعني إيه؟ ناقص من حدي النسبة دي، فهروح قايل 5 ناقص س. لما يقول لي طرح هبدأ بالعدد، لما يقول لي جمع مش هتفرق، أو أضيف يعني زائد، مش هتفرق تبدأ بمين. طيب يبقى 6 ناقص س، حلو قوي، تساوي 3 إلى 2. خلاص فهمت اللعبة دي. يبقى النسبة هكتبها 5 ناقص س على 6 ناقص س بتساوي 3 على 2، واعمل ايه؟ مقص. يلا نعمل مقص اهو. 5 2 في 5 ب10، 2 في س ب2 س، 3 في 6 ب18، 3 في س ب3 س. ودي السين عند السين وطلع العدد عند العدد، يبقى سالب 2 س زائد سالب 2 س زائد 3 س بتساوي كام؟ 18 ناقص 10. دول بالآلة يدوني س، لأن سالب 2 وموجب 3 يدينا 1. 18 ناقص 10 كام؟ 8. يبقى إذن العدد هو 8. نزلها لك قدامك كلها مرة واحدة اهي عشان تشوفها، أو عايز تعمل لها سكرين اعمل لها سكرين اهي. ده حل المسألة كله على بعضه، يبقى العدد هو كام؟ 8. يلا نشوف واحدة كمان. كل ده ما زلنا في مسائل الخاصية الايه؟ الأولى. فينا عيب؟ أنا شايف إن الفريق بتاعنا فيه ميزة، أنت ممكن تكون شايف إن هو عيب. إيه هو؟ إن إحنا المسألة الواحدة أو الفكرة الواحدة بنحل عليها كذا مسألة. طيب وده بياخد وقت كتير. أول مسألة أو المسألة دي بيقول لي اوجد العدد، خلاص بقى إحنا فهمنا. بس هنا بيقول لي اوجد العدد الموجب، خلي بالك دي أكيد ليها استخدام. سيبها دلوقتي، بس أنا قلت لك خليها ليها استخدام. الذي إذا أضيف مربعه جديدة دي. مستر هنفرض أن العدد س. ماشي، هنفرض أن العدد س. أضيف يعني إيه؟ زائد. يبقى هقول س زائد 7 إلى س زائد 11 بتساوي كام؟ بتساوي 4 إلى 5. بس خلي بالك بقى، بدل ما أقول س هقول س تربيع. طب ليه؟ عشان هنا بيقول لي العدد الذي أضيف مربع، وكمل مسألتي عادي جدا زي اللي فاتوا أهو، بتساوي 4 إلى 5، وأعمل إيه؟ مقص. يلا نعمل مقص. 5 في س تربيع ب5 س تربيع، 5 في 7 ب35، 4 في س تربيع ب4 س تربيع، 4 في 11 ب44. ودي السين عند السين وهات العدد عند العدد، يبقى 5 س تربيع ناقص 4 س تربيع بتساوي 44 ناقص 35. دول س تربيع بتساوي 9. اخد الجذر، يبقى س يا 3 يا سالب 3 بالبنط العريض. هقول على ده مرفوض. ليه مرفوض يا مستر؟ ما احنا اتفقنا، هو قال لي اوجد العدد الموجب، يبقى العدد هو كام؟ 3.
مستر يعني لو ما قاليش العدد الموجب كنت هقول له العدد 3 وسالب 3؟ العدد 3 وسالب 3. خد سكرين وادي المسألة معاك، اقعد حلها وراجع حلك. آخر مسألة في الخاصية دي عشان بعد كده نبدأ ناخد التمرين وناخد الخاصية التانية. نشوف الخواص التانية مش هتاخد معانا وقت زي الخاصية الأولى. بص بقى، بيقول لي اوجد العدد الذي إذا أضيف إلى الأعداد دي فإنها تكون متناسبة. اوجد العدد الذي إذا أضيف للأعداد دي كلها فإنها تكون إيه؟ متناسبة. العدد اللي أضيف لكام؟ ل3 و5 و8 و12. ركز بقى عشان دي إيه؟ هتطول سن. هنمسك ال3 نزود لها س، احنا اتفقنا إن هنقول العدد هو س أهو، وال5 نزود لها س، وال8 نزود لها س، وال12 نزود لها س. وقال لي بقت كميات متناسبة، يبقى ده على ده بيساوي ده على ده. يعني ايه؟ يعني س زائد 3 على س زائد 5 بتساوي س زائد 8 على س زائد 12. حلو، اروح اعمل ايه؟ مقص. خلي بالك بقى عشان تشوف المقص ده هيتعمل ازاي. انا اول خطوه همسك السين دي اوزعها هنا وهنا، س في س بس تربيع، واحده واحده اهو. س في 12 ب 12 س، وزعت السين. اوزع مين كمان؟ التلاتة. 3 في س ب 3 س، 3 في 12 ب 36. انا كده وزعت مين يا حبايب قلبي؟ وزعت السين ووزعت التلاتة. اروح اعمل الطرف الثاني، س بلون مختلف عشان تبقى عارف الفرق. س في س اهو بس تربيع، س في 5 ب5 س، وزعت السين. اوزع ال8، 8 في س ب8 س، 8 في 5 ب40. حلو قوي. دلوقتي بقت وصلت للمنظر اللي يخوف ده. طب ده هعمله ازاي؟ قال لك بص اتعلم معايا، مش دي علامة يساوي؟ لو في حاجة هنا وهنا زي بعض بالظبط يروحوا مع بعض. مثلا انت بتلمح لايه؟ ان س تربيع وس تربيع يروحوا مع بعض. طب وبعدين هجمع ال 12 س وال 3 س، 15 س زائد 36 بتساوي 5 س و8 س 12 س اهو 13 س زائد 40. بقى المنظر اللي احنا متعودين عليه من بدري بقى. ودي السين عند السين والعدد عند العدد، يبقى 15 س ناقص 13 س بتساوي 40 ناقص 36، بمعنى ان الاتنين س بتساوي 4. اقسم على الاتنين تطلع السين ب2، يبقى العدد هو 2. وبكده نكون خلصنا المسألة دي، مهمة جدا، ودي آخر مسألة معايا في الخاصية الأولى. هسيب لك كام تمرين تحلهم لوحدك وتقول لي وصلت لإيه. أول تمرين أهو، يلا سكرين للفيديو. التمرين الثاني أهو، التمرين الثالث أهو، التمرين الرابع اهو. كل فكره خدناها عامل لك عليها تمرين عشان تحل بايدك. طيب يلا بينا سنه ثالثه دلوقتي نشوف الخاصيه الثانيه. الخاصيه الثانيه بقى جميله قوي، مش تاخد معانا وقت زي الخاصيه الاولى. بيقول لي ايه؟ لو انت عندك ا على ب بتساوي ج على د، فانا هعمل مقص اقول ا في د بتساوي ب في ج. طب لو انا بقى عاوز ارجعها، عندي ا في د بتساوي ب في ج، فانا هقول ا على ب. بص 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 وانا راجع بقى هقول ج على د. تعال ناخدها بالارقام تبان اكتر. يعني لو انا عايز اقول بص عندي 5 س بتساوي 3 ص، انا قلت لك في الامتحان هات لي س على ص، هات لي س على ص، ما تقوليش 5 على 3، لا تقول لي 3 على 5. طب ليه يا مستر؟ هقول لك ليه. عشان لو عملت مقص هنا، بص لو عملت مقص هنا 5 في س ب5 س، 3 في ص ب3 ص، رجعت كل حاجه لطبيعتها ولا ما رجعتش؟ رجعت. كمان واحده 4 ا بتساوي 6 ب. قلت لك انا هات لي ا
على ب. ألف على ب يبقى 6 على 4. يبقى 6 على كام؟ على 4. طيب 2 س بتساوي 7 ص. هات لي ص على س. ص على س. وانت راجع ما ترجعش بايدك فاضيه، يبقى 2 على 7. يلا نشوف فكره كمان، او نشوف بقى شكل اسئله الامتحان تجي لي عامله ازاي. يقول لي ايه؟ يقول لي كده: اذا كان 7 ص او 7 س زائد 5 ص تساوي س زائد 7 ص، اوجد س على ص. افهم بقى، انا عاوز اجيب س على ص، صح؟ عايز اجيب المنظر ده. انا عشان اجيب المنظر ده لازم يبقى السين عندي لوحدها في طرف والصاد عندي لوحدها في طرف. فكل اللي هعمله هروح منزل ال7 س وادخل السين دي جوه، يبقى ناقص س بتساوي 7 ص ناقص 5 ص. 7 س ناقص س يديني 6 س. 7 ص ناقص 5 ص يدينا 2 ص. هو عاوز مين على مين؟ س على ص. برافو عليك يا سنه ثالثه. مش هرجع بايدي فاضيه، يبقى كام على كام؟ 2 على 6. ممكن تبسطها في ابسط صوره تبقى 1 على كام؟ على 3. يلا نشوف كمان واحده. بيقول لي كده: اذا كان 4 س، خلي الفكره دي جميله قوي وفكره امتحان. بيقول لي اذا كان 4 س ناقص 3 ص الى 2 س زائد ص بتساوي 4 الى 7، اوجد س على ص. دي ايه صح؟ انا هكتب 4 س ناقص 3 ص على 2 س زائد ص بتساوي 4 على 7. انا قلت لك من شويه عشان انا اجيب س على ص بالمنظر ده لازم يكون معايا س لوحدها في طرف وص لوحدها في طرف. طب ما تيجي نجيبها. يلا نعمل الخاصيه الاولى. مستر هو احنا مش بنحل على الخاصيه الثانيه؟ خلي بالك احنا ممكن في مساله واحده نستخدم كل خواص التناسب لان هما مش بيتعارضوا مع بعض، ده هما بيكملوا ايه؟ بعض. طب تعال يلا نعمل مقص اهو. 7 في 4 ب 28، 7 في 3 ب 21، 4 في 2 ب 8 س، 4 في ص ب 4 ص. هودي السين عند السين والصاد عند الصاد، يبقى 28 س ناقص 8 س. ادي الصاد دي 4 ص اهي، دي سالب تطلع بره تبقى موجب 21 ص. هحسب يبقى 8 س بتساوي 25 ص. 8 س يا سنه ثالثه فوقوا، دي 20 س. طيب هو عاوز ايه؟ هو عاوز س على ص. جميل جدا. دخل دي كده، رجع دي كده، يبقى 25 على 20 اللي هي في ابسط صوره 5 على كام؟ على 4. عايز تاخدها سكرين وتقعد تذاكرها اهي قدامك كلها على بعضها. يلا نشوف المساله اللي بعد كده. بص بقى المساله دي حلوه قوي وركز عشان تعرف انا هتصرف معاها ازاي. بيقول لي ايه؟ بيقول لي اذا كان 2 س تربيع ناقص 6 ص تساوي س ص. ايه ده؟ نحلها ازاي دي؟ رقم واحد انا هروح مدخل دي جوه بعكس الاشاره، يبقى 2 س تربيع وهحطها في النص كده ناقص س ص ناقص 6 ص تربيع ناقص 6 ص تربيع تساوي 0. طيب ده يتحلل ازاي؟ اقول لك انا. دي هتبقى س ص، دي هتبقى 2 س وس، والستة دي هتبقى 3 في 2، وده هيبقى سالب وده هيبقى موجب، بس 3 ص و2 ص معلش. هاخد ده اساويه بالصفر، يبقى 2 س زائد 3 ص تساوي 0. طلع بعكس الإشارة يبقى 2 س بتساوي سالب 3 ص. حلو جدا. طب وبعدين أنا عاوز هنا س على ص. س على ص ما ارجعش بإيدي فاضية، يبقى سالب 3 على 2. طب هاخد الس ناقص 2 ص أساويها بالصفر، طلع بعكس الإشارة يبقى س بتساوي 2 ص. حلو. انا عاوز س على ص ما ارجعش بايدي فاضيه، يبقى 2 على 1 اللي هي 2. مساله حلوه فكرتها جميله
مبنيه ان انا ادخل المقدار جوه واحلله مقدار ثلاثي. طيب يلا نشوف فكره او تمرين تحله بايدك وانت قاعد اهو. بيقول لي اذا كان س زائد 2 ص الى 4 س ناقص 3 ص بتساوي 7 الى 6، اثبت ان ده يساوي 3 على 2. خلي بالك فكره اثبت ان دي جميله قوي لان انا عارف الناتج من قبل ما احل. يلا حلها وابعتها لي زي ما اتفقنا. الخاصيه الثالثه مش تاخد معانا وقت خالص. ليه؟ الخاصيه الثالثه بتقول لك ان لو عندي نسبه بيساوي نسبه فده تناسب. انا ممكن اكتبه كده، انا اخد الالف على الجيم واخليها بتساوي ب على د، عشان الخاصيه بتقول ايه؟ ان مقدم على مقدم يساوي تالي على تالي. تمام يا شباب؟ يعني لو عندي ألف على 3 بتساوي ب على 5، ممكن اخد ليها ألف على ب بتساوي 3 على 5. بس الخاصية الرابعة دي جميلة جدا وعليها مسألة مهمة قوي. بتقول لي ايه؟ بتقول لي انت لو عندك عدد او عندك نسبة مثلا ألف على ب بتساوي 3 على 5، ما اقدرش اقول ان الألف ب3، ما اقدرش اقول ان الب ب5، لازم اروح مساويهم بميم واقول ان الألف ب3 ميم والب دي ب5 ميم. وهيجي لي عليها مسألة مهمة جدا دلوقتي. بص كده أمثلة. أول مسألة بيقول لي ألف على ب بتساوي 3 على 5 أهو. ألف على ب بتساوي 3 على 5. عاوز قيمة المقدار ده سهلة قوي بس لو ركزت في اللي أنا قلته من شوية. هو قال لي الألف على ب ب3 على 5 صح؟ يبقى الألف زي ما اتفقنا ب3 بس أقول ميم والب ب5 ميم. هو عايز قيمة 20 ألف ناقص 7 ب على 15 ألف زائد ب. تعالى بقى نشوف هنعمل ايه. كل اللي هعمله هعوض، هشيل اي الف تقابلني واحط مكانها 3 ميم واشيل اي ب واحط مكانها 5 ميم. 20 الف يعني 20 في الف يعني 20 في 3 ميم ناقص 7 ب يعني 7 في ب يعني 7 في 5 ميم. 15 الف يعني 15 في 3 ميم زائد ب يعني زائد 5 ميم. تعال نشوف هنعمل ايه اهو. بص بقى 20 في 3 ب 60 ميم، 7 في 5 ب 35 ميم، 15 في 3 ب 45 ميم وادي ال 5 ميم. احسب دول 60 ناقص 35 يدينا 25 ميم، 45 زائد 5 يدينا 50 ميم. الميم راحت مع الميم، وانا بقول لك في كل المسائل اللي هنحلها الميم هتروح مع الميم. هيتفضل 25 على 50 اللي هي في ابسط صوره يدينا نص. يبقى قيمه المقدار اللي هو عايزه بكام يا شباب؟ بنص. المساله قدامك كلها اهي، خدها سكرين ولو عايز تقعد تقرا. طيب يلا نشوف السؤال اللي بعد كده. السؤال ده جميل قوي. بيقول لي ايه؟ إذا كان س ألف على ب ب2 على 3 يبقى الألف ب2 ميم والب ب3 ميم. طب س على ص ب3 على 5 يبقى الس ب3 ميم والصاد ب5 ميم. عاوز قيمة المقدار ده. حلو قوي، حلو قوي خالص. طيب بص بقى، أنا هعمل إيه؟ أنا هشتغل، بس عشان نشتغل صح احنا هنسمي الرمز ده رمز غير ميم. هنسمي النسبة دي رمز غير ميم، هنسميها كاف مثلا. حلو. نروح نجيب 7 ألف س زائد 4 ب ص على 11 ألف ص زائد ب س. هو عايز يثبت ان ده بيساوي كام على كام؟ 6 على 7، فانا عارف ان الناتج 6 على 7 من قبل ما احل. تعال نحل بقى. يلا 7 ألف يعني 7 في ألف يعني 7 في 2 ميم زائد 7 في ألف في س. ألف في س يعني في 3 كاف أهو، 3 كاف زائد 4 في ب. ب دي بكم؟ ب دي ب3 ميم. كمل بقى الخط بتاعنا. في صاد دي اللي هي 5 كاف. تحت 11 في ألف اللي هي 2 ميم في صاد اللي هي 5 كاف زائد هنا ب في س. ب دي اللي هي كام؟ ب دي اللي هي 3 ميم
في س دي اللي هي كام؟ 3 كاف. تعالى نضرب 7 في 2 ب14، 14 في 3 ب42 م كاف. كلام جميل. زائد 4 في 3 في 5، 3 في 5 في 15 زائد يبقى دي 60 م كاف. تحت 11 دي 5 في 2 ب10 في 11 ب110 م كاف. 3 في 3 ب9، 9 م كاف. تطلع فوق 102 م كاف على 111 زائد 9 يبقى 119 م كاف. الميم كاف راحت مع الميم كاف، ولو اختصرت دي في ابسط صوره هتطلع 6 على 7. صعب الكلام يا سنه ثالثه. ادي المساله قدامنا، يلا نشوف فكره كمان. اخر مساله في الدرس، عارف اني طولت عليك. يقول لي عددان النسبه بينهما 2 إلى 3. إذا طرح من العدد الأول 2 وأضيف إلى الثاني 1 صارت النسبة بينهما 1 إلى 4. خلي بالك دي مش هنقول نفرض أن العدد س زي المرة اللي فاتت، دول عددين. فهتقول لي نفرض أن العدد الأول كده، تقول لنفسك 2 س والعدد الثاني 5 س. انت هتسميهم كده، العدد الاول 2 س والثاني 5 س. جبت الاثنين والخمسه منين يا استاذ؟ هو قال لي العددان 2 الى 5. حلو. قال لي اذا طرح من الاول 2 يبقى 2 س ناقص 2، واضيف الى الثاني 1 يبقى 5 س ناقص 1. وهو كان قايل لي عددان النسبه بينهما، فكتبتهم على صوره نسبه. طلعت بتساوي كام على كام؟ 1 على 4. هعمل مقص ويبقى انا كده جبت قيمه س. طب اعمل مقص وخليها قدامك. 4 في 2 ب 8 س ناقص 4 في 2 ب 8. 1 في 5 ب 5 س، 1 في 1 ب 1. دخل السين عند السين وطلع العدد بره. يبقى 8 س ناقص 5 س تساوي 1 زائد 8. تطلع السين، تطلع دي 3 س. ده بيساوي ده 1. هو أضيف للتاني 1، خلي بالك دي زائد. يطلع 9. اقسم على 3 تطلع السين بكام؟ ب3. خلي بالك أنا لسه ما خلصتش. العدد الأول تقول لي كده، الأول اسمه يا مستر 2 س، يعني 2 في س يعني 2 في 3 ب6. العدد الثاني اسمه 5 س، يعني 5 في 3 ب15. يبقى إذا العددان 6 و15. معلش طولت عليك في درس النهارده، ده أطول درس في الوحدة الثانية. أول درس عشان فيه شرحنا مع بعض 4 خواص، عشان كده خد معانا وقت كتير. بعد كده الدرس هيبقى خاصية ولا خاصيتين، فمش هياخد وقت معانا. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد قريب سنة ثالثة. معاكم مستر محمد أبو المجد، مدرس الرياضيات من محافظة اسكندرية.